النشرة الاقتصادية من التلفزيون المصري ونتابع. أعلن البنك المركزي عن إجراءات جديدة لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، حيث تقرر فتح حدود الاستخدام مقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقات أو زيارة أحد الفروع، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به. وفي حالة عدم التزام العميل فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا. كما قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المعادي والمقطم والبساتين ومصر القديمة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم. كما تفقد المحافظ عددا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور الشرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتسيير الحركة المرورية بالعاصمة. كان معكم نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. شكرا لكم لحسن المتابعة.